انا جربت اعمل ستايل احمد عز في الديكور، تفتكر شكله هيبقى عامل ازاي؟ اول ما بصيت على ستايلات احمد عز في العموم لقيته بيحب دايما الحاجات البسيطه، عشان كده قلت نجيب الشقه بتاعته حته حته. لو بدأنا من اوضه النوم هنلاقي اوضه نوم هاديه رقيقه، ستايلها بسيط ومظبوط، اضاءه حلوه، اضاءه مباشره واضاءه غير مباشره، وتابلو شكله حلو كده هادي في خلفيه السرير، وشاشه مساحتها كبيره زي اللي في الصوره دي كده. ولو دخلنا الليفنج روم وتخيلناها مع بعض هنلاقيها ليفنج روم كلاسي جدا، هادية رقيقة، ألوانها كلها فاتحة، ستاير رقيقة جدا، والكنب جميل وليزي بوي عشان القعدة اللذيذة والأنتخ، وبرده شاشة سينمائية رهيبة أو بروجيكتور يدي معانا مساحة أكبر بجودة كويسة. ولو بصينا بقى على المطبخ هنلاقي المطبخ بتاعه مطبخ هيلسي إلى أبعد الحدود، ما فيهوش أي حاجة، لا فيه زيت ولا فيه دقيق ولا فيه أي حاجة مش صحية، حاجة 5 نجوم. والحمام ما يقلش فخامة عن بقية الشقة، حمام رقيق وهادي وفيه كل حاجة انت محتاجها، وبنسبة كبيرة لازم هيكون فيه جاكوزي وحوض للاستشفاء. بس الريسبشن هو أهم حاجة، مكان الاستقبال. انا حسيته يعني مش ميال كتير قوي ان هو يظهر ويقابل ناس ويبقى عنده حفلات وكده، فالريسبشن بتاعه حاجه هاديه جدا بسيطه، مش متكلفه ومش معموله عشان تستقبل ناس كتير. الراجل ده بيحب يبقى في حاله زياده عن اللزوم، فالريسبشن بتاعه هادي وما بيروحوش غير اقرب المقربين. قولوا لي بقى، شايفين ان رايي ده مظبوط ولا لا؟ وقولوا لي عايزيننا نتكلم او نعمل ستايل مين في الفيديو الجاي.